هذا المطربان فيه أكتر من 20 فائدة للجسم، للكبار وللصغار، لسد الشهية ولتقوية المناعة والعظام، وفيه كل الفيتامينات. أول شي بيحتاج لتمر ولتين مجفف ولجوز، هذا اللي بيسموه عين الجمل. قطعت المكونات ل3 لقطع صغيرة هيك متل ما إننا شايفين، التين والتمر والجوز. ولازم تجيبوا هون تحضروا مطربان، وتختاروا انتو حجم المطربان قد ما بدكن، وعلى أساسه بتقدروا الكمية اللي بدكن تحطوها بقلبه. هيك حطيت أنا أول شي الجوز، بعدين التمر، وبعدين التين. عن جد ما رح تتخيلوا كمية الفوائد بهذا المطربان، كتير مفيدة، يعني رح تلاقوا فرق فورا. وهلأ هيك بعد ما انتهيت شوفوا منظر المطربان شو طلع حلو. وبعدها هلأ ضفت معلقة صغيرة من حبة البركة، بيقولوا لها حبة سودا، ومعلقة صغيرة كمان من السمسم. وهلأ رح أضيف زيت زيتون. بضيف شوي وبستنى عليهم لينزلوا لتحت هيك بهي الطريقة لحد ما يمتلى المطربان كله بالزيت وينغمروا المكونات. هيك متل ما إننا شايفين هلأ هيك صار جاهز. رح أغطي المطربان كتير منيح، وهيك أحاول إني أحركهم لحتى ينزلوا لتحت. ولازم نتركه أقل شي 3 أيام بمكان مظلم. بعد 3 أيام فيكن تفتحوا وتاكلوا منه كل يوم معلقة على الريق. كتير مفيد للكبار وللصغار. لو عجبكم فيديو اليوم ما تنسوا تحطوا لايك.